قالت وسائل إعلام تابعة لجبهة البوليساريو إن المغرب يحشد قوات عسكرية جديدة في القاعدة الموجودة بمنطقة كلتة زمور الواقعة على بعد 32 كيلومترا فقط من الجدار الأمني في الصحراء المغربية، معربة عن مخاوف من أن تقوم القوات المغربية بهجمات عنيفة ضد عناصر ميليشيات الجبهة التي تقترب من الجدار الأمني للقيام بمناوشات صبيانية. وحسب ذات المصادر فإن الجبهة الانفصالية تخشى من هجوم مغربي، مشيرة إلى أن ذلك قد يفتح المجال أمام حرب مفتوحة في الصحراء، وقد تصل إلى مدى أبعد من الجدار الأمني في عمق الصحراء حيث تتواجد قواعد البوليساريو. وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة عمر هلال يوم الثلاثاء الأخير في نيويورك أن مبادرة الحكم الذاتي في إطار الوحدة الترابية للمملكة المغربية وسيادتها الوطنية تظل هي الحل الوحيد والأوحد للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية. وأبرز هلال في كلمة ألقاها باسم المغرب خلال النقاش العام للدورة 78 للجمعية العامة للأمم المتحدة أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي تحظى بدعم أكثر من 100 دولة من كل جهات العالم، كما افتتحت قرابة 30 دولة ومنظمة إقليمية قنصليات عامة لها في مدينتي العيون والداخلة، مؤكدة بذلك دعمها التام لمغربية الصحراء. وأشار من جانب آخر إلى أن المملكة تظل متشبثة بحل سياسي نهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء المغربية، مما سيمكن من تعزيز التنمية والاستقرار في المنطقة والقارة الإفريقية، مشيرا في الوقت نفسه أن المغرب يواصل دعمه لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي إلى الصحراء الهادفة إلى إعادة إطلاق مسلسل الموائد المستديرة بالصيغة ذاتها والمشاركين أنفسهم، وخاصة الجزائر الطرف الأساسي في النزاع، وذلك طبقا للقرار 2655 لمجلس الأمن، مجددا التأكيد على أن الحل النهائي لهذا النزاع الإقليمي لن يكون إلا سياسيا وواقعيا وعمليا ومبنيا على التوافق.